ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سالي. هنعمل صدور الفراخ كده بالطريقه الايطاليه بالمشروم والحليب، ومن غير بقى كريمه ولا اي حاجه من الكلام ده. هنجيب صدر الفرخه زي ما هو كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اعمل فتحات، مش بوصل للاخر. بعمل فتحات ليه؟ علشان يدخل فيها كل التتبيله. وزي ما انتم شايفين قطعتها بالشكل ده، وبرده نفس الكلام في الصدر التاني هقطعه برده بالشكل ده. وزي ما قلت لكم ما بنوصلش للاخر، وبنعمل بالعكس كده، لكن علشان التتبيله والصوص يدخل كده من جوه علشان يديها طعم حلو. هنجيب الطاسه بتاعتنا او الحاجه اللي هنعمل فيها شويه زيت وسخنته، وبعد كده باخد صدمه بقى للفراخ بتاعتنا، ورشه ملح ورشه فلفل على الجهتين بالشكل ده. وبعد كده بقلبها، ولازم يا جماعه تاخد لون حلو من الناحيتين، علشان هو ده اللي هيبقى معانا في الاخر. وبعد كده اهو خدت لون بالشكل ده وجوسي قوي من جوه لسه. هنطلعها بالشكل ده زي ما انتم شفتوا، وفي نفس الطاسه معلقه سمنه او معلقه زبده او مكعب زبده يعني، وهحط بصلايه صغيره متقطعه صغير، وفصين من الثوم برضو او معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهقلبهم مع بعض. هشوحهم بس حاجه بسيطه لحد ما ريحه البصل والثوم كده يطلعوا. هنزل بكوبايه مغليه من الميه، وهحط بقى الفلفل الاسود، وهحط التوابل بتاعتي، واحده من مرقه الدجاج وممكن تستغنوا عنها، ورشه من جوز الطيب. وبرده لو مش حابينها خلاص اكتفوا بالملح والفلفل فقط. وحطيت كوبايه من الحليب على الكلام ده كله، ومعلقه واحده مش مليانه قوي من الدقيق، وقلبت بالمضرب بالشكل ده. وهحط هنا بقى المشروم بتاعي. لو انتوا عايزين تشوحوا المشروم شوحوه مع البصل والثوم مفيش مشكله، انا ما شوحتوش، حطيته كده على طول. وبعد ما خد غلوه نزلت الفراخ بتاعتي تاني مع الصوص. تاخد حوالي 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، وبتكون استوت معانا. واخر حاجه عصره نص ليمونه صغيره، ورشه من البقدونس او الكزبره، الاتنين دول بينفعوا. حطيتهم بالشكل ده. انا كنت حاطه هنا بقدونس وغليته بس غلوه مع البقدونس وعصره الليمونه، وشلته على طول من على النار. انا بقدمه مع رز ابيض عادي، وممكن كمان تقدموه مع رز بسمتي برضو بيبقى حلو قوي، او مع مكرونه بيضه بتبقى حلوه جدا. نحط الفراخ ونحط الصوص بتاعنا الخطير ده، وشوفوا بقى جوسي من جوه ازاي، خطيره مستويه قوي وطعمها خطير مع الصوص والرز، بجد تحفه. لما تجربوها هتعجبكم قوي. غيروا وجددوا في انواع الصدور الفراخ، هتعجبكم قوي لما تجربوها، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.